لما بتحس بضعفك بتروح لأقرب الناس ليك، بتلاقي إن احتياجك ده عايز تشبعه بقوة، مش لاقي حد يشبعك ويديك الحب والحنان والسند، فبترجع تاني مخزول، وبترجع في نفس الدوامة تقعد تلف تلف والدايرة تتكرر، وتلاقي خذلان من اللي حواليك فيزيد احتياجك أكتر وأكتر وأكتر. تحس بخيبة أمل، احتياج للناس ملوش آخر، احتياج رهيب، وفي نفس الوقت مش لاقي الحد اللي يشبعه. تبتدي تسأل نفسك، هو أنا ليه مش مهم؟ هو أنا ليه مش لاقي حد يهتم بيا؟ ليه مش لاقي حد يحبني؟ إحساس الرفض بيوجع قوي، بيخليك تحس إنك بتهون على الناس وسهل تهون عليهم، وبالتالي بتحس بغربة وتبتدي تنعزل وتحس إنك وحيد في وسط مئات البشر اللي مش عارفين يشبعوا احتياجاتك. بدل ما انت تقرب للناس تلاقي نفسك بتبعد عنهم أكتر، بتحاول إنك تعمل مسافات كبيرة قوي علشان انت خايف منهم وخلاص حاسس بالخذلان منهم. هي دي مشكلة الروح لما بتعتمد على البشر. عشان كده محتاجين نشبع نفسنا قوي قوي علشان ما يكونوش الناس هما المصدر الأساسي لاحتياجاتنا. خلينا نتفق إنه احتياجاتنا شيء متغير ومش ثابت، وساعات بيحصل بطريقة لا واعية واحنا مش مدركين احنا بنعمل كده ليه. بس خلينا نقول لو احنا مش فاهمين نفسنا فاحنا نقول خلينا نركز على ايه اكتر احتياج احنا محتاجينه بالظبط. مثلا لما انت بتجوع ايه اكتر حاجة بتروح تحتاج لها؟ هي الاكل، وبالتالي بتروح انت فعلا تاكل. خلينا نقول ان النفس دي عاملة زي العربية، لو انت رايح مشوار والعربية دي كل ما يخلص البنزين تروح تملاها بنزين، مش معقول ان مشوارك في الطريق هيكمل فقط بان انت تملى بنزين وبس. انت محتاج تبص على العربية ككل، ايه الصيانة اللي مطلوبة، ايه الحاجة اللي عطلت وباظت، في حاجات تانية محتاجة صيانة. ولو انت اهملتها ونسيتها هتبص تلاقي نفسك ان العربية بتاعتك عطلت بسرعة وعمرها الافتراضي قل لانك اهملتها وما بصيتش غير لحاجة واحدة بس، انك تديها بنزين تديها بنزين عشان توصل لمشوارك. ده اللي احنا عايزينه، النفس البشرية بالظبط كده. لما يكون عندك احتياجات واكتر حاجة انت محتاجها الاحتياج الكبير ده هو البنزين، فالشهوة الكبيرة اللي جواك دي هي البنزين، فانت عمال تملى نفسك بنزين بنزين، محتاج للاحتياج الكبير ده ومش عارف تسده منين. وبالتالي انت هتلاقي نفسك في حاجات تانية منك بتقع، انت مش واعي ايه اللي بيقع منك لان كل تركيزك في حاجة واحدة بس، البنزين، الحاجة اللي انت محتاجها الكبيرة دي. الإنسان الذكي هو اللي واخد باله من نفسه كويس قوي، ايه اللي عطل في العربية بيصلحه بسرعة، حتى لو سمع صوت لها بيروح بسرعة يبص على الصوت ده، ما بيكونش شاغل نفسه بالبنزين وبس. اتعامل مع احتياجاتك على ان هي تسديد، يعني بمعنى ان انا هاكل لقمتين لما اجوع واقوم وما افضلش افكر طول الوقت في الاكل طول اليوم. يعني ده بمعنى اصح ان انا لو اسرفت في الاحتياج وركزت على احتياج واحد بس هيتضخم معايا وهيتحول لادمان شديد جدا، وهيخليك تنسى نفسك بطريقة ان انت مش مفيش في حياتك غير الحاجة دي بس، ومفيش هدف في حياتك غير الهدف ده بس. نفسك بتبقى فيها حاجات محتاجها وانت مش عارف ان محتاج الحاجات دي، لان تفكيرك في البنزين بس هو اللي طاغي عليك. الاحتياجات دي لو انت رحت لها وحاولت انك تسدها وتشبعها هتلاقي نفسك بتخش في انك بتحقق السلام الداخلي لنفسك. زي مثلا احتياجك لوجود ربنا، احتياجك في حياتك لمعنى توسيع الادراك، توسيع عقلك، احتياجك للمعرفة، احتياجك للجمال، احتياجك انك تملى نفسك بنفسك، احتياجك لان انت تفهم نفسك وتعيش معاها اللحظات الحلوة في الحياة، احتياجك ان يبقى ليك اهداف في حياتك بتجري وراها وعارف معنى الحياة دي معناها ايه اخرها وايه وراها، وازاي انك تحقق فيها نهاية تكون بداية لحياة تانية. محدش يملاك غير نفسك، افتكر الجملة دي، محدش يقدر يملاك غير نفسك. نفسك لو انت شايفها كوباية عمال تملاها امتنان لنفسك ورحمة مع نفسك وتسامح وتفهم لنقاط ضعفك وإحساس بذاتك العالي، تخيل نفسك لو انت عمال تملاها بكل ده. صحيح انك محتاج في شهوات وفي ملذات، لكن انت بتاخد منها وبتسد احتياجاتك برضو، بس انت ما بتحاولش انك تشبعها وتصرف فيها، علشان كتر الإسراف فيها هيحولك لإدمان، هيحولك لشخص ما بتركزش غير على حاجة واحدة بس. بالك النفس بتعشق اللذة والمزيد والمزيد من اللذة، وكل ما خدت أكتر هتلاقي نفسك جعان جعان مش عايز تشبع. وشطارتك بقى في إن أنت تعرف إزاي تدير نفسك من جوه. هو محتاج تركيز قوي، محتاج إنك تركز، محتاج توسع مداركك للحياة، نظرتك للدنيا أكتر، تثقفها أكتر، تتبنى المفاهيم الصح اللي
تساعدك إنك تعيش بشكل أحسن وبأريحية. بتحاول إنك لما تلاقي نفسك بتتشتت بتجري على ربنا، بتلاقي ربنا في طريقك وفي حياتك دايما، عمال تضيف لشخصيتك، وبتحاول تداري عيوبك بإن أنت بتملى نفسك جمال. كل معنى بيقابلك بتحاول إنك تضيفه لحياتك أكتر. فأنت كده لو أنت فعلا بتعمل كده فمبروك عليك الكوباية المليانة. كوبايتك مليانة بإيدك أنت، أنت اللي مليتها، ما استنيتش إنه حد يملاها، عمال تملاها بالمعاني، عمال تملاها بكل حاجة في الحياة جميلة. كده أنت لما تروح للناس هيبقى الناس هم جزء من تكوينك. احتياجنا للناس مهم، احتياجك إنك تتشاف وتتقبل وتتحب من الناس مهم جدا، حاجة ما نقدرش ننكرها. لكن أنت رايح هنا، رايح وقيمتك وعارف قيمتك بذاتك إيه، رايح وأنت مليان ومالي نفسك بالمعاني كلها، مالي ومستعد وشايف صورتك الذاتية، مش مستني وموقف حياتك كلها على إن الآخرين هم اللي يملوها لك، وإنه انتظارك للآخرين إن يملوها مش هيقدر حد يملاها غيرك أنت، عشان ما تفضلش تلف حوالين نفسك وفي الآخر تفضل عطشان وما تلاقيش حد يرويك. كده أنت قادر تستثمر في علاقاتك. العلاقات الخارجية بالنسبة لك هي إضافة لحياتك، مش أساس حياتك. موجودة أهلا وسهلا، مش موجودة أنت برضك عندك الكوباية المليانة بتاعتك. البشر مش هيقدروا يشبعوا احتياجاتك، لأن هم طول الوقت مشغولين وعندهم كمان احتياجات عايزين يشبعوها، وبالتالي هم مش فاضيين طول الوقت يدولك كل الاحتياجات. مين هيديلك احتياجاتك في الوقت اللي هم مشغولين فيه ومضغوطين فيه والحياة واخداهم؟ كوبايتك لو مليانة، لو اتحطت نقطة زيادة هتحس بيها فعلا، ولو كوبايتك فاضية أي نقطة هتنزل فيها هتضيع وسط الفراغ. من كده ابدأ بنفسك الأول، املى كوبايتك وجهز نفسك واستعد قبل ما تخش في أي علاقة مع أي حد، علشان لا تأذي اللي حواليك باعتماديتك عليهم وانتظارك لاحتياجاتك، ولا تأذي نفسك بإن الآخرين يستغلوك ويمرمطوا فيك بسبب احتياجاتك ويستنزفوا طاقتك في إن أنت منتظر منهم.